أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صحيفة خميس. نرحب بكم اليوم في لقاء يتجدد مع ضيف يتجدد دائما. ضيفنا الليلة رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس الشيخ رجال الله السلمي، نبارك له الفوز للدورة الثالثة برئاسة المجلس ونرحب به في هذا اللقاء. أهلا بك يا شيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن سعداء في هذه الليلة بهذه الاستضافة، وجزاكم الله خيرا على حرصكم وتعاونكم. أول سؤال شيخنا، ما هو الدائر في أوساط المحافظة؟ الشيخ رجال الله ما شاء الله يفوز للمرة الثالثة في الدور وبأصوات أغلبية تقريبا. نريد إطلاعنا على السر في هذه العملية. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الثقة، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن الظن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمون، فهذا حسن ظن من المواطنين. وودي أن يكون السؤال للمواطنين هذا، وأسأل الله عز وجل لهم يعني الشكر والتقدير والحمد لله على كل حال. هل سيسعى الشيخ رجال الله إلى كسب ثقة كافة المحافظة كما كسب ثقة المنطقة التي رشحت؟ الحمد لله، ترشيح يعني حسب ما ذكر لي من كل من المحافظة ومن المراكز، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة نحن حريصين على أن نؤدي هذه الأمانة بقدر استطاعتنا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.